كتير الناس بتسأل ايه احسن فنادق في دبي؟ أطلانتس دبي. اطلانتس دبي، انت في حتة تانية. أهم حاجة في الموضوع بقى إنك تركز. من 50 سنة بس كل اللي انتوا شايفينه ده كان تراب. دبي بقت من احسن مدن في العالم والأأمن كمان، من أبراج ومطارات وبزنس. مدينة كده تقدر تقول اللي هي مدينة متكاملة، تقدر تعيش فيها ومن أحسن مستويات العيشة في دبي. حاجة كده زي أوروبا بس لغت كمان عيوب أوروبا. والله الله على ليل دبي. خليكم معانا، اشتركوا في القناة واتفرج على الفيديو للآخر ويلا بينا. واحنا على وشك اللي احنا ندخل واحد من احسن فنادق دبي وان ما كانش الاحسن. وصلنا الفندق، مستنيين الغرفة. الفندق مش طبيعي، الفندق بسم الله ما شاء الله روعة. هحكي لكم كل حاجة بس هنام ونصحى الصبح واشوفكم بكرة ان شاء الله. أطلانتس دبي من أضخم الفنادق في دبي، في أكتر من 1539 غرفة، بيحتوي على عدد كبير من المطاعم والكافيهات، يعتبر مدينة جوه المدينة. في أكبر حوض سمك صناعي أكواريوم وممكن الغوص فيه كمان، وفي مدينة ألعاب كبيرة جدا اسمها أكوافنتشر. يلا بينا ناخد جولة ونشوف كل اللي موجود في أطلانتس دبي. هنجرب دلوقتي الاكوافنتشر في الاطلانتس. العاب كتير بقى، حاجه من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تجرب فيها، لسه مش عارف ايه بالظبط، بس اكوافنتشر من الاسم باين. خلينا نخش نشوف، يلا بينا. أول مرة حد يلبس لايف جاكيت. هي ديت اسمها النهر المتحرك كده، تلاقي في كل حتة في لايف جارد واقف. شلالات. حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا في أطلانتس الأكواريوم. حجزت الأكواريوم. أنا طبعا بحب البحر والطبيعة، بس كان لازم نجرب التجربة ديت. هي بكرة إن شاء الله، خلينا نشوفها في سكند داي. في الأجواء اللي زي ديت بقى لازم الأكل كله يبقى فاست فود، أكل سريع. البيتزا دي بتبقى اختراع، عاملة زي كون الآيس كريم. والوقت بقى وقت حمام السباحة. Let's go to the swimming pool. أهم حاجة الشاور بقى قبل هنروح دلوقتي حاجة اسمها كده امبريال كلاب. هنروح نشوف ديت بتبقى داخل الباكج، يعني ممكن اللي انت تلاقي مثلا حاجات مثلا مأكولات ومشروبات وحاجات من كده. فخلينا نروح ونشوف، وبعد كده هنوريكم الأوضة أو الغرفة اللي احنا خدناها كانت عاملة ازاي. Yeah. 14419.
هنا ابتداء ما بين من جوه غرفة الأطلانتس. يمكن في ناس كتير عارفة الأطلانتس، بس الناس ممكن يكون ناس كتير مش شافتش قبل كده جوه الغرف عامل ايه. فاحنا ده باب الشقة. عندنا هنا أول حاجة كده بتشوف اللي انت مثلا مكنة القهوة ديت، وبيبقى موجود هنا في كل الحاجات زي الكوبايات وأطباق القهوة، وهنا في جميع أنواع القهوة، وفي كمان زي الكاتل الصغير دوت عشان لو حابب ان انت تعمل شاي. وهنا في ثلاجة، تبقى ثلاجة صغيرة كده زي ميني بار. مية، وطبعا الهاوس كيبنج كل يوم بيغيروها. لو دخلنا بعد كده في هنا الحمام، هنا البانيو كده، وهنا الشاور. بيبقى ده عبارة زي البراند بتاعهم، بيبقى محطوط على طول شامبو، شاور جيل، بلسم، كل حاجة فيها. كل فندق ليه الشامبو بتاعه وليه البراند بتاعه في الشاور. وهنا زي ما انتوا شايفين زي البانيو. ويمكن الاوبشن الحلو جدا اللي احنا لو فتحنا هنا هنلاقي ان احنا تاخد الشاور بتاعك هنا وتفتح على الغرفة على طول. ممكن نفتح الاتنين كمان، اوبشن لذيذ برضو. خرج من هنا بنشوف الدولاب، مكوى ودراير للشعر، والدولاب هنا علاقات وديت عشان لو حابب تكوي او حاجة يبقى محطوط كله جوه الدولاب. يبقى احنا كان باب الشقة هنا، وبعد كده هنا الحمام، وجينا على الدولاب اللي احنا لسه قافلينه ده. هنا الغرفة يعني مش كبيرة قوي ولا صغيرة، لذيذة جدا زي ما انتم شايفين. كل مساحة مثلا بيبقى فيه زي هنا جنب صغير، وهنا التلفزيون اللي احنا بيبقى قدام السرير على طول، ومكتب لو حابب ان انت تشتغل او اي حاجة. وبعد كده بنشوف البلكونة هنا. روعة يا جماعة، الموضوع جامد جدا. اسكندرية، تحس ان انت اسكندرية. كل حاجة في الأطلانتس تحس اللي هي يعني بترجع لطبيعة المية. يعني دي عبارة زي تحفة كده بس شعب مرجانية. لو خدنا بالنا هنا برضو بيبقى زي لون الأصداف، حتى المراية عاملة كده. قاعدين مستنيين العربية عشان اخد منها المعدات، عشان عندنا غطس دلوقتي كمان 5 دقايق. المفروض اروح دلوقتي. النهارده اليوم الاخير، عملت حاجات كتير. تحس ان انت محتاج اجازة عشان تريح من اللي انت عملته في الاجازة. تحس ان انت مشغول في الاجازة، سو بيزي من هنا لهنا لهنا، عايز تروح لحته. خلينا ناخد المعدات كده واشوفكم على خير واحنا داخلين، ونشوف اجواء الغطس هتبقى عامله ازاي. يلا صباح الفل، تالت يوم قاعدين اهو مستنيين. اهم حاجه في الموضوع بقى انك تركز. اول مره هبقى ستودنت عند حد دلوقتي، هنشوف هي هتيجي تشرح لنا كل حاجه. Then the emergency contact number for both of you, please. Not each other. Somebody that's not in the water with you, right? The name, relationship to you, and so. 15. Okay, we'll place the gear on the ledge for you. Okay, you'll just gently step into the water. Have a seat on the platform.
So gently just get into the water nice and slowly. الموضوع شكله مشوق واسماك كتير. يلا بينا. اشوفكم كالعاده تحت المايه، بس الجو حر والبدله بقى قافله. يلا نتقابل تحت المايه. خلصنا. كانت غطسة جميلة الصراحة. يعني زي ما قلنا في العادي أنا بحب المارين لايف اللي هو الحقيقي، تنزل البحر كده وتقعد تدور على الحاجات، بس كانت تجربة مختلفة كان لازم نجربها في يوم. نتحرك نشوف يومنا النهاردة الأخير هيمشي على فين. خلاص فاضل كلها 3 ساعات ونتحرك على البيت. يلا أشوفكم على خير. المكان اللي احنا فيه بقى ده اسمه لوست اند تشامبر. ده فيه زي اكواريوم كده، وانت بتدخل تشوف حواليك زي ما انتم شايفين. هتشوفوا هنا مكان، هنا زي بحيره فيها سمك، وهنا زي ما انتم شايفين هنلاقي انواع مختلفه من السمك. مغامره حلوه جدا، مش هنبقى غطسانين بس احنا جوه حوض سمك كبير. خلينا نشوف. وهسيبكم مع كل الطبيعة البحرية هنا لأن هو المكان شارح نفسه أساسا. اتمنى تكون عجبتكم وعجبكم كل المحتوى النهارده او كل المغامرات اللي احنا طلعناها. استني مني فيديوهات تانية ان شاء الله من اماكن جديدة، طلعات جديدة، جنسيات مختلفة. ادونا لايك لو الفيديو عجبكم وخلينا نوصله لناس كتير قوي. يا رب يكون كل حاجة عجبتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.